حلو، يبقى الهدف منها حاجتين، ان احنا نخلي الازاز اقوى من الرو ماتيريال بتاعه، وكمان لما يتكسر لا قدر الله في اي وقت يتكسر بامان، ما يبقاش بقى بيموت كل الناس بالظبط يعني. وبيتكسر بامان وكده. وده اللي هنشوفه بعد كده في اختبارات بتاعتي، في اختبارات الازاز اللي موجوده عندي. احنا عمالين نقول ازاز سكريت ازاز سكريت او ازاز يتكسر بامان، بس يعني ايه الازاز يتكسر بامان؟ عشان انا برضو ما كنتش فاهمها. الفكره هو انه لو اتكسر ما يتكسرش حتت كبيره، عشان كده ممكن يأذي او يعور. لازم يتفتت تماما، يتكسر حتت صغيره، ولازم يتاكد من ده لضمان امان الازاز قبل استخدامه. في اختبار بعمله زي الفريجمنتيشن تيست اللي هو اختبار الكسر، ان انا بكسر الازاز التمبري، وانا قلت ان انا فايده عمليه السقراطه بتاعت الازاز ان هو لما يتكسر بامان، ما يتكسرليش شرايح كبيره تعور، يكسر لي شظايا صغيره. ده اللي هو الازاز السكريت. ده الازاز السكريت. حلو، انا كنت فاكر ان الازاز السكريت ده برضه هو الازاز اللي بيبقى في اول العربيه اللي هو لا الازاز اللي في اول العربيه ده ازاز لامينيتد، ازاز بنسميه تريبلكس. حلو تمام. ببساطه كده عشان ابسط على الناس، ايه الفرق بين ده وده يعني؟ الفرق بين ده وده ان الازاز الامامي بتاع العربيه الويند شيلد بتاع العربيه لما بيتكسر بيبقى الكسر بتاعه كبير، وفي نفس الوقت الازاز ماسك في بعضه، ده علشان خاطر ما يخليش الحاجه تقع وتخلي السواق ان هو يقدر يكمل في السواقه بتاعته بامان. حلو. لكن الازاز بتاع الابواب بتاعت العربيه والنضاره اللي ورا لما يتكسر لازم يكون سكوريت. طب اعمل له سكوريت ليه؟ عشان لا قدر الله لو حصل حاجه اقدر اكسره واهرب من العربيه. حلو. تمام. فهنا هنعمل اختبار بقى كسر هنعمل اختبار الكسر. ممكن تختار انت؟ طبعا يا ريت. اتفضل اضرب في اي حته؟ هو بص حضرتك، الازاز ده لو اتخبط باي حاجه مسطحه مش هيتكسر. حلو. لكن لما بيتكسر باستخدام زومبي الكسر يكون لها حرف. يعني انا عملت كده مش هيتكسر. كده بقى يتكسر. كده يتكسر. طب يلا قول 1 2 جو. 1 2 3 جو. هنا الازاز الفراجمنتس بتاعته اللي موجوده، ببتدي ان انا اشوف عدد الفراجمنتس اللي موجوده في مربع 5 في 5 موجود. ده اختبار الكسر اللي موجود معايا، واقدر ان انا اعد عدد الجزيئات اللي موجوده دي. لو عندي عدد معين عدى الموجود بتعد كام جزء في المربع؟ كام جزء في المربع اللي موجود، ليميت معين لما بيعدي بقى الازاز بالنسبه لي. حلو قوي. اوكي برافو. لكن هنا المنظر كده بيقول لي ان الازاز بتاعي. عجبتني الموضوع، انا عايز اكسر شويه ازاز كده. عينيا الاثنين.